كان واحد الخدمه اللي دار ملي هزيت لو بوست de la sélection مع لو بريزيدون ديال الجامعه. درنا un travail peut-être d'un an et demi d'abord, un an et demi. ما كانش un dossier facile parce que بحال اللي كنقول c'était pas une question باش ابراهيم ما يبغيش يختار المغرب, c'était plus une question de timing. ملي مشيت لعندو كان مازال في ميلان, من بعد كان عنده ان ترانسفير امبورطون في ريال مدريد, وكانت اون كوب دافريك في شهر واحد اللي ما كانتش سهله ملي عندك ان اكس دو بروغريسيون بحال ابراهيم. وباش ما نكذبوش ملي كتختار اون ايكيب افريكان في ان ترانسفير سا بو جوي, مي ملي جا للريال مدريد كلشي كنا داكور, كان عندنا لا بارول ديالو. فوالا كان واحد الوقت يمكن بزاف الناس كانوا كيقولوا علاش باغيين ابراهيم, وحنا اما الرئيسي معنا كنا عارفين اني سان غران جوور وكيوريها تو لي ويكاند. تكون عندك واحد اللاعب اللي في الريال مدريد في المنتخب المغرب, خصنا ديما نفرحوا با مغربي اختار المغرب في واحد التوقيت اللي ما كانش ساهل ليلو, خصنا نقولوا له برافو. وانا بالنسبه لي غير باح القلب ديال المغاربه, باسكو اللي كانوا كيقولوا غير اختار المغرب باسكو ما عندوش فين يلعب مع اسبانيا, ما جا في التوقيت اللي اسبانيا كان عيطوا له واختار المغرب. اون بليس مور اون كومبيتيسيون اللي ما كناش في مستوى ديالنا, ما جاش مور كوب دو موند اللي كان لا ديناميك, جا بالعكس, جا في ان مومون اللي صعب لينا مور اون كومبيتيسيون اللي ما درناش اللي خصنا. دونك برافو عليه. مي ما خصناش نساو كان الياس اخوماش حتى هو واحد لعاب بحال الياس بن سكير. خصكم تعرفوا حتى الياس بن سكير سي ان جوار qui est très prometteur français dans les équipes de France. حتى هما عيطوا له هضروا بزاف باش ما يختارش المغرب, واختار المغرب à 19 ans اللي ماشي سهله. Et c'est un joueur qui vous allez voir à l'avenir حتى هو غيعطي الكلمه ديالو شحال الوقت غيكون خصو باش يكون في مستوى ديالو, مي on va l'accompagner parce que ça va être un grand joueur حتى هو. دونك اللي كتعجبني هي لا ديناميك اللي كاينه في هاد ليكيب. مازال واخا ليشيك مازال اوني بحال اللي كنقول بانكيبل, لي جون باغيين يلعبوا مع المنتخب وباغيين يجيو يلعبوا مع المغرب, وعلى هادشي خصنا غير نصبروا معاهم باسكو يمكن ما يقدروش يكونوا في مستوى دابا, خصهم يولفوا مع الفرقه. مي سي دي جوار دو تالون اللي غيعاونونا ان شاء الله.